كاين بزاف د الناس في المجتمع ديالنا اللي كيعيشوا الفقر وقلة الأشياء اللي حتى هما من حقهم تكون عندهم، ولكن كيحمدوا الله وكيشكروا الله سبحانه وتعالى على داك الشي اللي قسم. وبعض المرات كيكون الفقر هو سر السعادة ديالنا، حيت كتكون واحد العيشة اللي ما فيها لا صداع لا مشاكل. وبعض المرات كيكونوا الفلوس هما السبب الدمار والفلاس ديالنا، خصوصا ملي كيكونوا فلوس الحرام او عن طريق السحر والشعوذة، او بمعنى اخر كنوزة. وهادشي اللي غنشوفو كاملين في هاد القصة ديالنا ان شاء الله يا ربي، اللي عامرة تشويق ودراما وخوف، حيت هاد القصة هادي من أحسن القصص اللي سمعتهم. وبملاحظة كاين بزاف ديال اليوتيوبرز عاودوا القصة د هاد السيد هذا. أنا بطريقتي تنط واستمتع وشت بلاصة ترونكيل، قهوة ولا أتاي تحل بيهم الكليسة دي. الاسم ديالي عبد الله، ولكن ما كيعيطوليش عبد الله، كيعيطولي بالروبيو. في العمر ديالي 39 سنة، مزوج وعندي بنية. كنت مجوج بواحد المرة اللي صابرة معايا، ما كتقول جيب لي، ما كتقول عطيني حتى شي حاجه، راضيه بداكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى، وراضيه بالحاله ديالنا. بغى الله سبحانه وتعالى حتى انا عنده. توفات لي مراتي وخلات لي بنت اللي فيها كنشوف الحروف ديالها، بنتي رؤيا. كنت كنتمنى يكون هادشي غير حلم، ولكن هو لا، هو حقيقه، وما غاديش يحس بها غير اللي مجرب بحالي. مهم ما علينا. انا كنسكن فواحد المدينه مغربيه اللي هي مدينه الدار البيضاء، اللي مدينه شعبيه. ناسها طيبين شعبيين، تربيت ولد الشعب. فين ما كنتي كدور وجهك على اليمين او على الشمال كتلقى الوقوات ديال الوداد، الوقوات ديال الرجاء. الناس كتلقاهم في الشارع لابسين تونيات ديال الوداد الرجاء الى اخره. يعني الناس مولوعين بكرة القدم. كنت كاري دار، او بمعنى اخر ماشي دار انما هو بيت في السطح، كنت مربي فيه بنتي الصغيرة وكانت معايا الوالدة. الحمد لله تقاتلت وصبرت وجمعت واحد البركة اللي قدرت نشري بها واحد الفركونيط. واخا ما كنتش مولف بانني غنخدم في الفركونيط، ولكن كنت كنقول دابا نولف، اي خدمه راه غتولف عليا. مع الوقت بديت كنجمع الكليان، اللي عنده شي سخره كنديها، اللي عنده شي رحيل كنديه. نهار د الحد كنمشي نهز الناس من السوق ونديهم ديورهم. المهم كل نهار وكيفاش، مره 50 درهم، مره 100 درهم، مرة 150، على حسب النهار. النهار اللي كيكون مزوهر كتوصل لك 250 300 درهم، والحمد لله على كل حال. ونفس الروتين كيتعاود على طول 6 شهور، حتى لواحد النهار اللي غيتبدل كلشي في حياتي، اللي غتبدل حياة سفاهة عليها، واللي العقل الانسان ما غاديش يتقبل هادشي هذا كامل. واحد النهار جالس في الفركونيت ديالي في الصباح بكري ما بيجامه عليا، حتى كيوقف عليا واحد الشخص اللي شحال هادي ما شفتو، وطلع صاحبي ديال الطفولة. دوزنا بزاف د الحوايج ملي كنا صغار. كان خويا اللي ما ولداتو لياش امي، كان سميتو سي محمد. كنا جيران، يعني الدار على الدار. وباه كان سحار الله يسمح له، كان كلشي كيخاف منه، صغير كبير كلشي كيخاف منه. كانوا كيسميوه الفقيه السالمي. سي محمد ما كانش راضي بلي باه سحار، حيت ملي كنا صغار كان كلشي كيهرب منه، صغير ولا كبير كلشي كيهرب منه. حتى الوالدين ديالنا كانوا كيوصيونا بلي اننا ما نلعبوش معاه، لا ما تمشيش تلعب معاه، راه با سحر يقدر يأذيك، يقدر يعمل لك شي حاجه. ولكن انا لا، صاحبي هو صاحبي. هذيك الشي العلاقه ديالنا طولت حتى هاد الساعه، حتى لواحد النهار غادروا المكان، وحتى واحد ما خبرو شي حاجه. وعلى اللي سمعنا بلي ان با هاد السي محمد كحل الدواسه مع شي شخصيات كبار في البلاد، على داك الشي غادروا المكان. يعني من ديك الايامات ما شفتو حتى اليوم يوقف قدامي فيها. توحشت له بزاف، حيتاش دوزنا الحلوة ودوزنا مرة، دوزنا بزاف د الحوايج. قلت له والله يا سي محمد فين هاد الخبر ديالك، فين مشيتي، ما بقيتش كتبان. هو باينه غير من الشوفه ديالو بان بلي توحش لي بزاف. قال لي والله العظيم اخويا عبد الله حتى انا توحشت لك بزاف، وكاين بزاف ديال الحوايج خصني نعاودهم لك، ولكن ماشي هنايا، حيتاش القصه ديالي طويله سي محمد. هنايا ما غادي نعاود لك والو. يلا نمشيو نديرو شي قهوه انا وياك،
وغادي نعاود لك كلشي. وبنا سي محمد نتفكروا الذكريات اللي عشنا انا وياك. قلت له يا سي محمد يلا مرحبا، دابا نمشيو نجلسو نعملو شي قهوه وديك الساعه نهضروا انا وياك على كلشي. حتى انا شحال هادي وانا كنستنى هاد النهار هذا اللي غنتلاقاك فيه. مزيانه ملي جيتي في هاد الوقيته هادي، حتى انا خصني بزاف د الحوايج نعاودهم لك. يلا بينا مع الخطوه الاولانيه اللي غادي ندير انا باش نمشيو القهوه اللي درنا انا وياه. حتى وقفني قال لي سي عبد الله صبر صبر، الفرقونيت ديالك. قلت له ايه ديالي علاش؟ قال لي لا لا انا كنسقسك وصافي، الله يسر لك فيها والله يعاونك، ولكن اسمعني عندي لك شي حاجه احسن من هاد الفرقونيط هاد اللي عندك. تعجبت انا من الهضره ديالو. قال لي انت اخويا وما نتفارق معاك حتى دار لاباس، وغتصوفي راسك من هاد الشي هذا اللي فيه انت دابا. قلت له ولكن السي محمد كيفاش غندير ليه انا؟ قال لي شوف، قال لي غنجلسو انا وياك وغنعاود لك كلشي، متفقين؟ انا بقيت كنشوف فيه بحال هيدا قلت له متفق. قال لي انا عارض عليك اليوم باش نهضروا شي شويه. انا قبلت واخا ديك النهار ما كنت ما مستفتح ما حتى شي حاجه، قلت معليش. مشيت نزلت الفرغونيت ديالي في واحد الباركينغ وجيت لعندو. قال لي يلا معايا في الطونوبيل ديالي غير هنا. قلت له يلا مرحبا. انا غادي كنتمشى معاه حتى كتبان لي واحد الجي كلاس شعلات كتر سينيال. انا ماشي مع بحال هيدا كنقول الله على جمال، اللهم بارك. حتى كنشوف السي محمد فتح باب وبغى يدخل. قلت له والله يا سي محمد فين غادي؟ قلت له واش هادشي ديالك؟ قال لي ديالي. بقيت مصدوم حيتاش انا عارف سي محمد وعارف الحاله الماديه ديالو كيفاش عامله، يعني هو تربى معايا وعارف كيفاش عاش، ولكن حتى لهادي تصدمني الصراحه. حتى قطع لي الصدمه ديالي وقال لي واش سي عبد الله وسبحان الله. قلت له لا لا ما ديش عليا، انا غير ملي كنشوف الجمال الالماني كندوخ صراحه. الله يبارك لك فيها سي محمد. قال لي اللهم امين، وحتى انت دير بحال سي عبد الله، كون هاني انا معك حتى دير بحالها. بقيت كنشوف فيه قلت له كيفاش بغيتي انا ندير واحده بحال هادي؟ راه عرفتي شحال ساويه هادي؟ راه زباله د الفلوس، ولكن انا مقاتل غير مع الكرا والماء والضو والمصروف الدار. كيفاش بغيتينا سي محمد ندير انا شي وحده بحال هادي؟ راه ميمكنش ميمكنش. قلت له بلاتي ياك ما كتبيع الحشيش ولا الغابره ولا داكشي ديال التخرويط؟ قال لي الله يهديك السي عبد الله اش من حشيش من غابره. علي انا قلت لك حتى نمشيو ونجلسو وغادي نشرح لك كلشي، وكون هاني غادي تقبلي ان شاء الله يا ربي. من بعد ما عرض عليا السي محمد مشينا انا وياه لواحد الريستورانتي كبيره وواعره، وبلا ما نهضروا على الماكله حيت الصراحه اول مره غناكل ديك الماكله هذيك. مع انا مولف مع ماكله مول الكرارس غير ب3 دراهم كيعطيك خبزه معمره بالحوت وقاتل به الجوع. المهم ملي جلسنا انا والسي محمد سقساني على حياتي وكيفاش دوزت حياتي ملي ما كانش هو، وسقساني على حتى الحاله الماديه ديالي واش مزيان ولا ماشي مزيان. انا الصراحه عاودت للسي محمد كلشي حيتاش هو الخوا ديالي وما نقدرش زعما نخبي عليه شي حاجه. ملي عاودت السي محمد هادشي هذا كامل طلعت له في عينو كندبر الدموع محصور، حيت كان باينه بلي تاثر بالكلام ديالي. حيت نتوما كتعرفوا كبرنا مع بعضياتنا، يعني كنعاودو كلشي من بعضياتنا وما كنبغيوش نشوفو شي واحد ناقص فينا. من بعد ما ساليت المعاوده ديالي ليلو جا الدور ديالي تا انا نسقسيه. قلت له جا سي محمد عاودي فين غبرتي وفين مشيتي نتينا وباك نهار غادرتو الدرب ديالكم، وكيفاش عدلتي حتى تصوفيتي وعدلتي هاد الفلوس هادو كاملين؟ هاديك الجي كلاس اللي عندك؟ السي محمد شاف فيا واحد الشوفه طويله وتنهد معاها. قال لي كيف ما كتعرف اخي محمد بلي الوالد ديالي كان واحد الفقيلي سحار ومعروف بزاف. انا ملي كنت صغير ما كنتش عارف الوالد شنو كيعدل بالضبط، ولكن مع الوقت عرفت عليه بزاف د الحوايج وتعلمت منه بزاف د الحوايج. والوالد كيف قلت لك السي عبد الله بلي هو كان سحار كبير وكيخدم الناس اي حاجه بغاوها، كان كيخدم بزاف ديال الاسحار اللي محرمه بحال السحر ديال التفريق والسحر ديال البغض والسحر ديال الجلب بزاف اخي عبد الله. ولكن السحر اللي كان كيدخل منه الفلوس بزاف هو السحر ديال استحضار الجن وملوك الجن، حيت بيهم يقدر يوصل لاي حاجه بغاها. اما اهم سحر السي عبد الله هو استخراج الكنوز والدفائن، وهذا هو اللي ضرب فيه الفلوس بزاف. الوالد قبل ما يموت كانت عنده واحد الثروه كبيره اللي عقل الانسان ما يتقبلهاش، وحتى انت ما تقبلش الثروه اللي عند الوالد ديالي، ولكن ما كان كيعطينا والو ما كان كيصرف علينا والو. انتينا واقيلا كنتي كتشوف الحاله ديالنا كيفاش كنا عايشين. حتى نهار اللي مات عاد عرفت انا والوالده اللي ماشي هي الوالده الثروه اللي خلا. قطعت الهضره سي محمد قلت له اسمح لي قطعتك، ولكن شرح لي كيفاش الوالده اللي ماشي هي الوالده
واخا تشرح لي حيتاش تلفتيني. قال لي اخي عبد الله شوف، انا ماشي ولدو، انا ولد الخيريه وغير مربيني. قلت له صبر صبر صبر، واخا تشرح لي سي محمد حيتاش تلفتيني صراحه. قال لي الوالد قبل ما يموت تزوج وكان باغي يولد شي وليد ولا شي بنيه، ولكن الجن وملوك الجن اللي كان خدام معاهم رفضوا، قالوا له الا ولدتي شي ولد راه غيورث منك جميع العلوم وغادي يكون الخليفه ديالك في هذا الشيء هذا كامل، حيت هو من نفس الدم ديالك ومن نفس السلاله وغادي يكون تحت الامر ديالنا، والعهد اللي عاملين معاك غيدوز ليه. تما اتفق مع الوالده ديالي اللي ماشي هي الوالده ديالي باش يتبناوني بعد ما غنكونش من السلاله ديالو اولا من الدم ديالو. عليها ملي توفى الوالد شفنا ديك الثروه هذيك كامله مخبى علينا، ما كان كيتصرف علينا والو. خيل كنا ناقصين بزاف د الحوايج ولكن ما كان كيتصرف علينا والو. كون كان هذا الخير هذا شحال هذه السي عبد الله كنت لقاني بخير من شحال هذه، ولكن عشت واحد الطفوله اللي قاصحه الصراحه، كنت محروم بزاف د الحوايج. ولكن اهم حاجه هي اننا دابا عايشين بخير وعلى خير، وعندنا الفلوس اللي تكفينا انا والوالده ديالي واللي ما جاي ان شاء الله، وما غنكونش متبوع من عند الجيم بتاتا. سي عبد الله انا عارف شنو كتقول في بالك دابا، كتقول بلي هاد الفلوس حرام. ايه انا عارف حرام، ولكن هادشي كتير عبد الله، فلوس كتير يعني واخا تخدم حياتك كامله ما غاديش توفر هادشي هذاك كامل، ما توفرش حتى الربع ديالو. اما انا غير كنشوف مبوط في السي محمد كنسمع الهضره شنو كيقول. قال لي تصنت وعطيني ودنك السي عبد الله، عندي لك واحد البريكول اللي غادي يصوفيك من هذا الفقر اللي فيه انت، واللي غيخلي حياتك كامله ما كتفكر في الفلوس، ما كتفكر في الكرا، ما كتفكر في حتى شي حاجه. كاري دار تقدر تشري جوج ثلاثه اربعه ديور، تعمل جي كلاس بحالي، تعمل جوج ثلاثه على حسب اللون اللي بغيتي انت، وما غاديش تبقى تفكر لا في الخدمه لا في التماره لا في حتى حاجه. انا اخترتك انت السي عبد الله باش تعاوني في هذا البريكول هذا، حيت انت الصراحه خاي، وانا قلت لك ما غنتفارق معاك حتى دير لاباس وغتصوفي راسك من الفقر. من بعد ما سال الهضره ديالو بقيت كنشوف فيه، قلت له واخا قول لي شنو هاد البريكول هذا. تما في عايز ضمني محمد قال لي شوف كاين واحد الكنز يهودي اللي كيساوي الملاير، يعني غتغرق فلوس السي عبد الله. قلت له واش كتهضر معايا بصح السي محمد؟ اش قداكني هادشي هذا؟ راه خليك، راه انت عندك الفلوس، عندك المشاريع، عندك الطوموبيل، عندك بزاف د الحاجات، راه الوالد ديالك خلي لك الخير الدنيا والدين. اش قداكني هادشي هذا؟ بعد من هادشي هذا. شاف فيا السي محمد وقال لي شوف اخي عبد الله انا عارف هادشي حرام وفيه مخاطره كبيره، ولكن انا كنوعدك السي عبد الله بلي غادي تكون اخر ضربه عندي في هادشي هذا. اصلا الوالد ما وريليش كيفاش نخرج الكنوزه ولا نجبد الدفائن ولا، بالعكس خلاني بعيد على هادشي هذا. انا سقسيت سي محمد قلت له دابا هاد الكنز هذا اليهودي كيفاش غتعدل تخرجو؟ شكون اللي ورا لك البلاصه ديالو؟ واصلا انت ما عارف حتى شي حاجه من هادشي هذا. من بعد نوضنا من البلاصه ديالنا انا وسي محمد، دوز باقني خلص داكشي اللي كلينا، ومن بعد وصلني حتى الفرقونيت ديالو. حنا باقيين في الطونوبير حتى كنشوف السي محمد جبد واحد الصاك وجبد منه 3000 درهم. قال لي هادي ديالك السي عبد الله. قلت له ديالاش السي محمد؟ هادشي بزاف. قال لي شوف هادي ديالك على حسب انني اليوم ما خليتكش تخدم وعرضت عليك وجلستي معايا وسمعتي في الخدمه. المهم هاد البركه هادي تسخر بها ودوز بها هاد السيمانه هادي. ديك الساعه انا كنحلف هو كيحلف، انا كنحلف هو كيحلف. ديك الساعه قال لي والله حتى تشبر هادي، ما انا ما دبرت ما نعدل، صافي جبرتها وشكرته على ديك البركه اللي عطالي. من بعد ديك الساعه قال لي عطيني النمره ديالك وديك الساعه نصوني عليك على هادشي اللي هضرنا فيه اليوم. قلت له قيد. ملي قيد النمره ديالي هو مشى بحالو وانا مشيت بحالي للدار. تاخرت شي صخيره هيدا خفيفه للدار دخلت للدار بسخره زايده على اللي كنجيب دائما. ما تخيلوش الخوت الفرحه اللي كانت مرسومه على وجه الوالده وبنتي رؤيا. كنقول هادي غير 3000 درهم وعامله هادشي هذا كامل. يعلم الله الفلوس اللي غتكون مورا هاد الكنز هذا قداش غتكون الفرحه د الوالده وبنتي الصغيره. ولكن ما كنتش عارف باللي هاد البركه اللي كنجيب قليله كتفرحنا وكتخلينا هانيين وبخير في حياتنا. ملي دازت 7 ايام على الجلسه اللي عدلنا انا وسي محمد صونا ليا قال لي اهلا لاباس بخير. قلت له مزيان الحمد لله. قلت له شكون معايا حيت النمره ما كانتش عندي مسجله حيت انا اللي عطيت له النمره. قال لي انا سي محمد. قلت له اهلا اهلا سي محمد، نهار كبير هذا ملي صونيتي. قال لي مزيان الحمد لله الحمد لله. من بعد قال لي من هنايا 4 ساعات السي عبد الله راه غادي نتلاقاو في موطع فلان فلاني. قلت له مرحبا. ديك الساعه جبرت الطريق مشيت ديك البلاصه اللي قال لي السي محمد. ملي وصلت كندبرو هو والفقيه اللي غادي يخرجوا تخيل هاد السيد هذا اللي كنقولوا عليه فقيه واللي شفتو انا كان لابس الكومبلي
كان تقريبا عنده ديك 45 سنة. السيد كان طويل ولابس الكومبلي، يعني ما تقولش هذا فقير. ديك الساعة أنا سلمت على السي محمد، أهلا مزيان بخير، وكنعمل بعيني هيدا زعما شكون هذا اللي معنا. ديك الساعة شاف فيا السي محمد وقال لي نقدم لك السي الفقيه مردخاي. قال لي هذا الفقيه هذا من أصول مغربية، باه يهودي ويماه مغربية. ديك الساعة سلمت عليه قلت له أهلا مزيان بخير، عمل لي غير براسو غير هيدا حيت هو ما يعرفش الدارجة ديالي من طبيعة الحال. قلت له سي محمد واش هذا هو الفقيه اللي قلتي لي؟ كيبان لابس مزيان ويهودي من الفوق. قال لي السي عبد الله هذا فقيه يهودي وفقيه واعر، يعني اي كنز في العالم يقدر يجبده، وراه ورث هاد الشي هذا من جدود جدودو. وباش تعرف السي عبد الله باللي السحر اليهودي هو اصعب سحر كاين في العالم. والكنز اللي غنجبدوه اليوم السي عبد الله كنز كبير وقديم ومحروس من طرف قبيلة الجن اليهودي. وحتى ديك الورقة اللي وريت لك قبيلتي في القهوة، ولا ديك التقييدة اللي ما عرفتيهاش، هذيك راه مكتوبة بالعبرية. على ديك الشيء هذا الكنز هذا ما غادي يجبدو حتى شي واحد الا اذا كان شي واحد اللي كيفهم العبرية مزيان. ديك الساعة انا عاد عرفت كل شي، ومن بعد قلت له براسكم السي محمد، نتوما كتعرفوا هذا الشيء هذا، انا ما كنعرف والو في هذا الشيء هذا، واخا تشرح لي حياتك كامله ما غنعرف والو. نتوما كتعرفوا هذا الشيء هذا، الله يعاونكم. ديك الساعه شاف فيا السي محمد وقال لي شوف السي عبد الله، راه ما تخاف من حتى شي حاجه، كون هاني، هذا الفقير اللي معنا راه مجهد بزاف، كيخرج جميع الكنوز وكيشطح اي جن بغاه. يعني انت ما عندك مين تخاف، انت الكنز ديالك غديه والفلوس ديالك غديه، يعني غير عاوننا شي شويه بالثقه والصبر. قلت له صافي السي محمد، الا شفتي هذا الشيء راه ساهل قضي. ديك الساعه شدينا انا وسي محمد وديك الفقيه الطريق، وداروا الماتريال ديالهم في الفرغونيت، بالا وبيكو. السي الفقيه كان جاب واحد الشكاره عامره، عرفتي ديك الشكاره ديال الزرع كتكون ديك كبيره زرقاء، هذيك كانت عامره ما عرفتش شني فيها. المهم حتى هي داخله في الفرغونيت. صافي شدينا الطريق، تقريبا واحد ساعه ونص 2 ساعات د المكان ديال الطريق. توصلنا لواحد البلاصه، هو السي محمد صافي شي وقفه غير هنايا. ملي كنشوف انا هذا كندبر غير الغابه، يعني غابه كبيره وما فيها حتى شي واحد. قال لي السي محمد راه ما غنزلوش دابا حتى تغرب الشمس شي شويه، عادي حتى كنقدر ندخلو، حيت انت كتعرف السي عبد الله راه كاين الغاشي هنايا ويقدر يجبد لنا المشاكل. صافي حتى استنينا الظلمه طاحت، عادي قال لي السي محمد دابا نقدر نمشيو. انا صافي شعلت الديوان ديالي داخل في وسط الغابه، تقريبا ضربنا واحد المده ديال 15 دقيقه وحنايا في وسط الغابه، وبالفرغونيت ماشي على رجلنا، بالفرغونيت داخلين في وسط الغابه. حنا غاديين في وسط الغابه، وديك اليهودي كيهضر مع السي محمد كيقول له هامي عدوز وهامي عدوز، والسي محمد عارف شنو كيقول هو، وكان كيشرح لي، كان كيقول لي مثلا هامي دوز وهامي دوز وهامي دوز، وانا كنت كنطبق داكشي اللي كيقول لي بطبيعه الحال. حتى وصلنا للبلاصه المعلومه. ديك الساعه وقفنا، ويا ريت كويما وصلتينا هاد البلاصه هادي، كويما قبل تشينا على هادشي هذا كامل كاع. ديك الساعة صافي وقفت الفرغونيت ديالي وخرجنا منها، مشيت فتحت الباب د الماليطا، جبدنا ديك البالا وجبدنا الفاس، وديك الفقيه كان جبد ديك الشكارة، ما خليناش حنايا نأديوها، جبد هو الشكارة بيدو، والله اعلم شني فيها. نزلها صافي، بقينا كنستناو ديك الفقيه شنو غادي يقول. الفقيه كان كيمشي بشوية ومرة كيغمض عينو وكيفتحها، وكان كيهضر بشي هضره اللي ما كتفهمش. حتى لواحد اللحظة وصلنا لواحد البلاصة، وهز واحد شويه ديال التراب، مشى فيه بحال هيدا، بدا كيفتت بيه بعيدا بيدو، ودارنا عندنا بحال هيدا، بدا كيتوسع، يعني هنايا كاين الكنز. قال له الفقيه هادي هي البلاصه اللي غادي نحفروا فيها، وما عليا انا غير ندير الطقوس ديالي وداكشي اللي عليا. قالوا سي محمد واخا حنايا معاك. ديك اللقطه الفقيه هود على ديك الشكاره، بغا يجبد منا داكشي اللي فيها، حتى تنقز سي محمد قال له صبر بلا ما تجبد دابا بلاتي. دارني عندي قال لي السي عبد الله، انتينا واخا تمشي للفرغوني تجلس حتى نبغيوك ديك الساعه نعيطولك. انا بقيت مستعجب على هادشي هذا، قلت له صافي انا غنمشي دابا. تتناقز الفقيه قال لي صبر بلاتي. قال له الا ما حضر شي عبد الله الطقوس اللي غنخرجوا به الكنز، يعني الحراس ديال الكنز غادي يعرفونا غير انا وياك اللي كاينين. وعارفني على من كنهضر السي محمد. قال السي محمد واخا يوقع اللي وقع ويسمع اللي سمع، ما خصوش يجي عندنا، حيت الا جا عندنا غيتآدى. يعني دابا هو خصو يختار السي محمد، واش يبقى معنا ويحضر الطقوس اللي غادي نخرجوا بها الكنز وغادي يصبر على اي حاجه، او لا يمشي للطوموبيل ويجلس ويستنانا حتى نعيطوا له ويجي بحاله. انا ملي جا السي محمد لعندي وشرح لي هادشي اللي قال الفقيه، حيتاش انا ما كنتش كنعرف شنو كيقول، ملي جا عندي وشرح لي هادشي هذا كامل، اول حاجه قلت له والحق ديالي تعطيوها لي.
قال لي بطبيعة الحال الحق ديالك راه كاين وموجود، كون هاني من هاد الناحية هادي بلا ما تخاف. انا ديك الساعة جاوبتو قلت له صافي اخي محمد انا غنمشي للطونوبير نتوما تتساليو ديك الساعة عيطولي. قال لي صافي السي عبد الله على راحتك. قال لي ولكن هادشي غادي يكون طويل شي شوية عبد الله، ساعة ولا ساعة ونص تقريبا بحال هكداك. قلت له صافي ماشي مشكل انا غنستناك تما. صافي انا مشيت للفرقونيط وجلست، ولكن دازت لي ديك الساعة ثقيلة، بغيت نلاهي راسي بشي حاجة، حتى بقيت كنفكر كنقول دابا الا خرجوا هاد الكنز وجا في الحق ديالي مليار شنو غنعدل به؟ شري طونوبيل، شري دار، شنو غنعدل به؟ بهادشي كنت كنونس راسي، انا كنت ساهر في الافكار ديالي وكنقول كيفاش غنعدل بهاد الفلوس هادو كاملين. حتى واحد الساعة كنسمع الغوات ما يجي بشوية 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 بشوية، واحد الساعة كنسمع الغوات في ودني، من بعد الصوت اللي ضرب لي في ودني من موراها كنسمع واحد الصوت كينادي يا لطيف يا لطيف حنا معاك بالله وشرح، حنا معاك بالله وشرح. هذا الصوت سيمو. انا ديك الساعة تخلعت ما عرفت شنو غندير وتجمدت في موطعي ما عرفتش شنو نعدل، واش نمشي ولا نبقى. حتى واحد الساعة كنحس براسي صافي ماشي وانا العقل ديالي ما معاياش، ونسيت بلي انهم قالوا لي لا ما خصكش تخرج من الفرقوني وتجينا عندنا، ولكن الصراحة انا ما قدرتش حيتاش صاحبي سيمو تما وكان شي واحد اخر الدنيا هاني، ولكن صاحبي خويا ملي وصلت من البلاصة كنتصدم بأبشع منظر شفتو في حياتي، وما كنتش متوقع اصلا انني غنشوف هذا المنظر هذا. الفقي كنشوفه معلق في الشجرة وكامل دمايات، والمشكل الكبير هو ان السيد معلق في الشجرة بلا حبولة بلا حتى شي حاجة، معلق في الهواء. واقع. والفقي معلق بحال الشكل ديال المسيح. انا ما عرفت والو ديك الساعه تخلعت بقيت مصدوم في بلاصتي ومجمد. اما صاحبي سيمو كنشوفو طايح في الارض وعامر بالغبره ومغيب. اما منظر اللي عمري نساه في حياتي هي ديك الشكاره اللي كانت عند الفقي زرقاء عقلتو عليها منزله في الارض وكتبان خارجه منها واحد اليد بنادم، وكتبان ديك اليد باقا طريه. راه بحد ذاته هذا ابشع منظر شفتو في حياتي. اما المنظر الثالث اللي خلاني فاتح دوقني وكنشوف فيه هما جوج صنادق كبارين وفيهم التراب وباينين قدامين بزاف وباينين فيهم الكنز. انا ملي شفت هادشي هذا كامل تخلعت وركبني الخوف، بقيت كنعاود في الايه الكرسي كنقراها وكنعاودها كنقراها وكنعاودها حتى لواحد الساعه كنشوف الفقي طاح من الشجره اللي كان معلق فيها. زاد ركبني الخوف ديك الساعه. انا تلفت ما عرفت واش نمشي نهز صاحبي سيمو ولا نهز الفقي اولا نهرب، ما عرفتش شنو نعدل. قررت بلي غنهز سيمو اللي خويا وصاحبي هو الاولاني وغادير للفرقونيط. وصلت حتى للفرقونيط وديماريت بالخرعه وبغيت نمشي، ولكن ما جاتش انني نخلي الفقي تما بوحدو. سكت الفرقونيط ورجعت كنجري تجاه الفقي. وصلت قدام الفقي اللي كان طايح تحت الشجره. ان شاء الله وصلت لعندو وهي كضربني واحد الريح سخونه في وجهي. عرفت ديك نهار كتكون جالس قدام المجمر وكيجيك ديك الريح سخون، كذلك داكشي اللي وقع لي انا ان شاء الله وقعت مع الفقي ويجي لي الريح سخون. تما بديت كنسمع توشوش في الودان وكنحس بلي انني ماشي بوحدي انا والفقي اللي كاينين. حتى واحد الساعه كنشبر السيمو على طاري تشجعت وبقيت كنقرا في الايه الكرسي وديتو الفرقونيط. صافي وصلت للفرقونيط ديماريت بغيت نزيد، ولكن تفكرت بلي انني ما نقدرش نخلي الكنز تما. ميمكنش حنايا ضربنا عليه تماره ونخليوها تما، ما جاتش نخليوها لشي واحد اللي غيجي غيديه فابور وغيديه بارد. غنمشي مورا الكنز غنجيب الكنز ديالي. صافي تما طفيت الفرقونيت ديالي ورجعت كنجري لجهة الكنز اللي فيه. ملي بقيت كنجري حتى وصلت للموطع د الكنز وانا متصدم. دبرت واحد المنظر اللي فشكل تخيل بلي كانوا جوج صنادق. ملي مشيت ورجعت دبرت صندوق واحد، وعاد هاد الصندوق هذا ماشي شي صندوق اللي خفيف، راه ثقيل ميمكنش واحد ولا جوج يهزوه، وخصك تكون صحيح باش تقدر تهز الصندوق. عاد انا مشيت ما كملش حتى جوج دقائق د المكانه باللي رجعت، يعني مستحيل. صافي ما بقيتش كنفكر ديك الساعه بزاف، حتى قلت صافي اللهم صندوق واحد ولا والو. ديك الساعه بغيت نهز الصندوق ولكن ما قدرتش، الصندوق ثقيل بزاف اصلا ما عرفتش كيفاش جبدوه هما بجوج. ولكن انا بالدرع باش حركته من موطعو بقيت كنجر فيه كنجر فيه كنجر فيه حتى وصلته للفرقونيت بالدرع ب96 تكشيفه. نسيت ما قلت لكمشي بلي انني فيا متر 95 و120 كيلو، يعني تبارك الله، يعني عاونتني الصحه ديالي باش قدرت نجر ديك الصندوق. صافي ملي نزلت الكنز في الفرقونيت ديماريت ومشيت بحالي وكنقول الحمد لله ملي دازت بخير وعلى خير. حسبتكم بلي القصه ديالي غتسالي هنا؟ لا، القصه ديالي عاد تبدا. عمري كنت كنتخيل بلي انني غنوصل لهاد الحاله هادي. عقلت نهار كان قال لي الفقي
ما خصكش تجي. ولكن انا ما عملتش بالهضره اللي قال لي السي الفقي، عمل داكشي اللي قال لي بالي، يتسمى انا حرقت القاعده اللي قالوها لي. صافي من بعد شدينا الطريق حتى وصلنا لواحد البلاصه اللي خاويه، نزلت من الطونوبيل وخويت عليهم الماء حتى فاقوا. في الاول ما كانوا عاقلين على حتى شي حاجه، لا السيمو لا الفقي. من بعد بداو كيفيقوا بشويه بشويه، وبقات الذاكره ديالهم كترجع بشويه بشويه، حتى كيعاود لي سيمو كيقول لي راه درتي فينا واحد الخير اللي كبير بزاف. قالوا لي لا ما كنتيش اعتقتينا في ديك اللحظه هذاك كختنا راه موتنا شحال هادي. قلت لهم لا لا بلا شكر، هادشي اللي عدلتو عادي وكان ضروري خصني نعدلو، وهاد الحق اللي جبنا ديال الكنز غادي نفرقوها بثلاثه بينا. ولكن قبل ما نعدلو اي حاجه واخا تشرحوا لي داكشي اللي وقع، حيت انا ما عرفت حتى شي حاجه. ممكن قال لي سيمو باللي الفقي مردخاي بدا بالطقوس ديالو كان كلشي مزيان. ديك الساعه جبد الفقي القربان ديالو اللي كان عنده في الخنشه زرقاء، وبدا الطقوس ديالو. واللي ما عرفش القربان شنو هو واحد الهديه كتعطيها للجن باش كيديوك واحد الموافقه. صافي من تما كمل الفقي الطقوس ديالو اللي كانت كامله بالعبريه، حتى لواحد الساعه كتخرج واحد المراه مورا الشجره. تما ناض الفقي مردخاي بدا كيتعاود معاها وكيهضر معاها باللغه العبريه. قالت له هاد الكنز هذا اللي بغيتو تجبدوه راه مملوك من اخطر قبيله الجن، وهاد الكنز هذا مستحيل يديه شي واحد، حتى واحد ما عنده الحق انه يديه. وهاد المراه هادي كانت من الجن، وغالبا غتكون من الحراس اللي كيحرسوا هاد الكنز هذا. عطاتنا انذار بلي نمشيو بحالنا. وهاد الجنيه هادي عرفت بلي انا مردخاي واحد الفقيه اللي صعيب والفقيه اللي قوي، يعني ما يقدر عليه حتى شي واحد. عليها جاتنا عنده عطات له انذار، كون كان مثلا شي فقيه عايده اللي ضعيف تقدر تصفي حياتنا ديك الساعه بلا ما تشاور معانا ولا ما تعطينا انذار. صافي ملي مشات ديك السيده هذيك بحالها، فقي مردخاي كمل في الطقوس ديالو ومداهاش فيها. بقينا تقريبا واحد 10 دقائق حتى كنحسو بالارض كتفتح بشويه بشويه، واحد الساعه كيطلع منا الصندوق الاولاني نزل. تما كمل السي الفقي الطقوس ديالو حتى كيطلع الصندوق الثاني. تما غنكون وصلنا لربع د الكنز، حيتاش الكنز راه كبير، يعني غيكونوا باقين واحد 9 صنادق ولا 10 صنادق تحت الارض. الفقي مردخاي كمل في الطقوس ديالو باش نخرجوا الصندوق الثالث والرابع والخامس، حتى لواحد الساعه كيخرج واحد التصور كحل من الجهه ديال الشجره اللي خرجت فيها هذيك المراه، وتم قاصدنا. كيقصد الفقي كيضرب واحد الضربه كيلصقو مع الشجره. صافي انا ملي شفت داك الشيء هذاك تخلعت، بقيت كنغوت وكنقول يا لطيف يا لطيف معكم بالله والشرع معكم بالله والشرع. حتى لواحد الساعه كنغيب وبقيت عاقل على حتى شي حاجه. السي الفقي شرح لينا قال لنا باللي الا ما كانش جا السي عبد الله لعندنا كنا غنمشيو نتحاكموا عند قبيلة الجن، وغادي نتحاكموا بتهمة تعدينا على القبيلة الحارسة على الكنز. والقرار اللي غادي يكون في ديك المحكمة هو غادي نموتوا، غادي يصفيو عنا. ولكن السي عبد الله راك دخلتي في الوقت المناسب، وقفتي هادشي هذا كامل. اما بالنسبه لهادوك الصنادق بجوج فراه بجوج بيهم كانوا غيرجعوا للارض، يعني الصندوق الاولاني يرجع والثاني كان غادي يرجع، ولكن انا وصلت في الوقت المناسب وكنت عطلت غير شي شويه ما كنت غندبر لا الصندوق الاولاني ولا الثاني. من بعد هادشي اللي وقع كامل مشينا نضر عند مردخاي، شكروني بزاف على حسب الانقاذ ديالي لهم. ولكن الفرحه الكبيره هي ملي دورنا ثلاثه بينا الراس ديالنا عندك الصندوق ومشينا حليناه كندبرو هو عامر بالذهب وعامر باللويزات. الصدمة الكبيرة عاود هو ان في وسط الصندوق لقينا واحد الصفيحة كبيرة ديال الذهب، وكانت مكتوب فيها بزاف ديال الكلمات انما هما بالعبرية، وبينها غتكون شي تقييد شي كنز غادي تكوني قدامهم. كانوا تماثيل، كانوا خواتم، كانوا ياقوت، كانوا بزاف د الحوايج اللي ما نقدرش انني نعاودهم. يعني بخلاصة هاد الكنز هذا كيساوي الملاير. تما هضر السي الفقي قال عنده واحد الصديق اللي كيشري منه الكنوزه. هضر معايا السيمو قال لي انت غير ارتاح السي عبد الله، انت درتي اللي عليك صافي ان شاء الله. ملي غادي يبيع مردخاي هاد الشيء هذا غادي نفرقوا داكشي كامل مع بعضياتنا وحقك غادي ديه. تما قال لي السيمو واش الفلوس ديالك واش ديهم وراق ولا ديهم ذهب؟ قلت له انا من الاحسن يكون نص نص، يعني نص ذهب ونص ورق. وانت عارف السي عبد الله ملي كيكونوا فلوس زايدين في الدار كيكونوا معايقين. صافي اتفقنا على كل شيء، بغيت نمشي بحالي نرتاح، سلمت عليهم تهلاو تهلاو. ولكن من تما غادي تبدل حياتي تفاعل على وغادي يوقعوا معايا شي حوايج اللي عقل الانسان ما غاديش يتقبلهم.
هاد الحوايج الغراب غيبداو من ديك الليلة. بنتي رؤيا رجعت كتنوض بالليل وكتبكي بزاف. ملي كنمشي لعندها كنفيقها كنقول لها شني كتشوف في الحلم ديالك؟ كتقول لي كنشوف باللي واحد المرا كتوقف عليا في المنام ولابسه الكحل وكتخلع بزاف بابا. صافي بقيت كنهدم في بنتي وكنقول لها لا انت غير كتخيلي وهادشي راه كيوقعنا كاملين، وبقيت كنهدم فيها حتى رجعت تنعس. ولكن باش تعرفوا الخوت انا عمري شفت بنتي في ديك الحالة هذيك. من بعد ملي نعست بنتي رؤيا مشيت انا من بلاصتي وبغيت نرتاح، بغيت نعس شي شويه. ولكن ملي نعست كنحلم بنفس الحلمه اللي حلمت بها بنتي رؤيا. ديك المراه هذيك اللي وقفت عليا في الحلم كانت كتشبه المراه ديالي، ولكن كانت بواحد الصفه اللي كتخلع بزاف، ومراتي ما كانتش هيداك. وديك المراه هذيك اللي كانت في الحلم كانت كتحلف عليا وكتهضر معايا بواحد اللغه اللي ما معروفاش، وباينه باللي ديك اللغه كانت العبريه. ديك الساعه انا ملي كنت كنشوف ديك المنظر هذاك تخلعت، نوض مخلوع من بلاصتي وكامل كنعرق، ما عرفتش جاني حلم في شكل. نوض بقيت كنفكر كنقول ياك ما هاد المراه هادي اللي شفت بسبب ديك الكنز. لا واقيلا بقى غير بالي مع بنتي ومع الحلم ديالها داك الشيء حلمت نفس الحلمه. صافي ما بقيتش كنفكر بزاف ورجعت نعس ودازت ديك الليله بزز. صافي على غد ليه نوضت في الصباح مشيت قضيت الشغل ديالي جيت حتى العشيه، دخلت للدار بقيت كنلعب مع بنتي والوالده كانت في الكوزينه. حتى واحد الساعه كنسمع الوالده ديالي كتعيط لي عبد الله عبد الله اجي. انا كنت مخلوع ديك الساعه ومشيت كنجري للكوزينه عند الوالده. قلت لها ياك لاباس الوالده مالك كتعيطي بهذه الطريقه هذه؟ واش كاين شي حاجه؟ قالت لي تيجي معايا اجي. قبيله كنت غنعيط لك ولكن دابا عاد تفكرت اجي معايا. دتني حتى نطواليت حاشاكم. قالت لي شوف انا ملي شفت هيدا في السماء تصدمت. كنلقى كلمه مكتوبه بالعبريه ومدور عليها ومكتوبه حاشاكم بالغائط. انا ديك الساعه ما عرفتش شنو كتعني ديك الكلمه وديك الحروف. ديك الساعه صبرت التليفون صورته وصرت لصاحبي السيم قلت له شنو هادشي هذا. ديك الساعه الوالده ديالي كانت مخلوعه بزاف قلت لها شوف الوالده ما تخاف من حتى شي حاجه، تلقي القران في الدار وما تخاف من حتى شي حاجه وغادي يكون لي الخير ان شاء الله يا ربي. اما انا هادشي كان خالعني بزاف، خصوصا ملي وقع داكشي مع بنتي وداكشي اللي شفت انا في الحلم وهادشي اليوم بزاف. هادشي ديك الساعه جاوبني السيمو وهو متفتف، يعني كيبان عليه حتى هو خوفان ومخلوع، حيت هو كان سارد لمرديخاي ديك التصويره هادي. هو جاوبو مرديخاي قال له ديك التصويره شنو كتعني، ولكن السيمو ما قاليش شنو كتعني ديك التصويره كاع. ان شاء الله قال لي عبد الله ما تخاف من حتى شي حاجه. انا جاتني ديك الهضره ديالو بشكل، حيتاش انا عارف السي محمد وعارفه مزيان وعارف انا النهار اللي كيخبي عليه شي حاجه والنهار اللي كيقول لي الصراحه، وانا عارف بلي خبي عليا وما بغاش يقول لي. المهم ديك الساعه نعسنا وفي نفس الوقت اللي كان فقدت فيها بنتي الصغيره رؤيا فقدت فيها اليوم وفي نفس الساعه. وملي مشيت عندها كنجري برسا كتبكي وخوفانه. قلت لها مالك؟ قالت لي بابا انا مخلوعه وحلمت بنفس الحلم اللي حلمت بها البارح، يعني وقفت عليا ديك المراه هذيك اليوم. انا ملي قيست لها راسها بحال هكا كندبر السخانه طالعه. ديك الساعه هزيتها وديتها للسبيطار كنجري. صافي ديك الساعه ديتها للسبيطار ضربوا لها الابره وحتى تكلمت شي شويه عاد رجعنا للدار. ولكن الصراحه كانت واحد الليله اللي صعيبه بزاف. انا صافي ملي نزلت بنتي الصغيره باش تنعس كنت راجع لبيتي وكنشوف واحد المنظر اللي صراحه واش من الخيال واش حقيقه. واحد المنظر اللي صعيب نوصفه. واحد المراه شعرها طويل وكانت طويلة حتى هي تقريبا فيها شي 2 متر وكانت مهزوزة على الأرض، يعني ما كانش شي رجل على الأرض، كانت مهزوزة شي شوية على الأرض. وكانت لابسة واحد الكسوة بيضا وعاطياني بالظهر. أنا ملي كنشوف هادشي هذا كامل بقيت مصدوم. كنقول واش أنا كنحلم واش حقيقة. بغيت نتأكد، شعلت الضوء فجأة اختفى ديك الشيء هذاك ما بقاش. المهم دزت واحد اليومين اللي صعيبة. بنتي الصغيرة كانت غير شادة الفراش ومريضة. الوالدة ديالي كانت حتى هي ماشي مرتاحة وشكل مستريسية وكذلك أنا. من بعد دازت 3 أيام حتى كيصوني عليا سيمو كيقول لي بلي مرتي خير باع الرباع ديال الكنز. قال لي من بعد ديك السيد اللي غيشري الكنز من هنا شهر غادي يجمع الفلوس ديال الكنز، اما دابا فاش راه غير الربع ديالو.
قال لي من دابا شي حاجة غادي نتلاقاو السي عبد الله باش نعطي لك حقك. قلت له صافي مرحبا اخاي محمد. انا الصراحة كنت فرحان ملي غادي نشد ديك الفلوس هادوك. صافي مشيت تلاقيت بالسيمو في موطا اللي قال لي وطلعت نعندو الطونوبير. ولكن الصدمة الكبيرة هو ملي كنشوف السيمو كندبرو ماشي فرحان. يعني نورمالمون خصو يكون السيمو فرحان حيتاش خرجنا الكنز وبعنا الكنز. ما عرفتش مالو. ديك الساعة سقسيت انا السيمو قلت له ياك لاباس اخاي محمد واش مريض ولا ما ناعش ياك لاباس حيت كنشوف وجهك اصفر وفشكل. قال لي لا لا ما كاين حتى شي حاجه. ديك الساعه السيمو جبد واحد الباليزه ونزلها قدامي. قال لي هذا هو رزقك وهذا هو حقك من ديك الربعه اللي بعنا. قال لي راه جاتك 300 مليون السي عبد الله وراه بعنا غير داكشي اللي رخيص. اما داكشي اللي باقي السي عبد الله هو اللي يساوي الملاير. اما انا ملي شفت ديك الفلوس هادوك كاملين بقيت مبهوط. اول مره غادي نشوف الفلوس كثيره بحال هادشي هذا وديالي من الفوق. صافي انا ديك الساعه سلمت على اخي محمد قلت له تهلا في راسك وتميت غادي. واحد الساعه هو كيعيط لي من بعيد قال لي عبد الله. دورت عنده قلت له نعم السي محمد. قال لي لا وقعت شي حاجه المسامحه السي عبد الله. قلت له ياك لاباس السي محمد واش وقع لك شي حاجه حتى انت ولا ما فهمتش. ديك الساعه سيمو بقى كيشوف فيا وكمل الطريق ديالو مبغى يقول لي حتى شي حاجه. انا بقيت كنفكر في هادشي هذا صافي وسميت ماشي بحالي. على ديك الليله هذيك ما جانيش النعاس حيتاش فلوس كثيره وكنفكر شنو نعدل بهم. واحد الساعه حتى كنسمع الغوات ماجي من بيت بنتي. ملي مشيت كنجري كنلقى بنتي كتبكي وقالت لي بابا انا حلمت حلمه فحال دايما. حلمت ديك المراه واقفه عليا وكتخلعني. ملي درت عاود لقيت الوالده ديالي حتى هي كتبكي. وملي شفت لفرجها كنلقى رجلين ديالها منفخين بزاف. كنقول يا لطيف هادشي اللي واقع عاود. صافي ديك الليله دوزتها بالدراع وما بغاش يديني النعاس حتى لواحد الساعه بقوه الهلكه اللي فيا داني النعاس. حتى كنشوف واحد الحلم اللي يا ريت كوني ما كنتي نعست وما شفتي ديك الحلم هذاك. كنشوف ديك المرة اللي كتوقف على بنتي في الحلم وقفت عليا حتى انا. ولكن كانوا في يدها جوج الحبولة. حبل فيه بنتي معلقة وحبل فيه الوالدة كتشوف فيا وكتضحك. وكان بيناتهم ديك الكنز اللي جبدنا. والوالدة وبنتي كانوا كيشوفوا فيا وكيبكيو وكيقولوا لي اعتقنا. انا ديك اللحظة بغيت نجري ولكن ما قدرش. بقيت كنغوت في وسط الحلامة حتى لواحد الساعة هي ضربتني الفيقة وانا كامل عرقان وكامل كنترعد كنقول يا ربي شنو هادشي هذا اللي واقع. ديك الساعة عاودت القهوة باش نرتاح شي شوية ونسى هادشي هذا كامل. حتى كيصوني عليا السي محمد. الو الو السي محمد ياك لاباس هانية بخير. ولكن السي محمد كان كيصوني عليا وكان كيبكي. قلت له ياك لاباس السي محمد واش وقع لك شي حاجه. قال لي لا. قال لي رفقي مرضي خاي راه لقاوه البوليس مقتول في الدار ديالو وديك الكنز اللي كان باقي له تشفى السي عبد الله. قلت له السي محمد واش رفقي عنده شي حسابات مع شي واحد ولا لا. قال لي لا ما كاين حتى شي حساب السي عبد الله ولكن انا ما بدي ما عارفش. قال لي السي وقيله باللي حراس ديال الكنز هما اللي صفاو عليه. حتى نهار جاو البوليس الدار ديالو ما لقاو حتى شي اثار ديال شي واحد قتل. هيهم يقلبوا على شي دليل ولا على شي اثار ولكن ما لقاو حتى شي حاجه. قال لي السي عبد الله حتى انا كيطردوني وقيله ديك الحراس ديال الجن. قال لي حتى انا كيوقعوا لي شي ظواهر اللي في شكل وحتى انا كنحلم شي حلامات اللي غريبه وفشكل. تما انا عرفت باللي القضيه ماشي انا اللي بوحدي اللي طاري علي. قال لي شوف السي عبد الله غالبا البوليس غادي يكونوا كيقلبوا عليا حتى انا. يعني اغلبيه لي زابيل كاينين بيني وبين مرتي خاي. قال لي السي محمد انا غادي نوقف هاد الكارطه تهلا في راسك السي عبد الله. انا باقي ان شاء الله غادي نهضر نقول له اشرح لي السي محمد. حتى لواحد الساعه تقطع لي الخط في وسط وجهي. عاود صونيت ولكن الخط ما كيدويش. من بعد 10 سنين على هادشي اللي طرا الوالده ديالي توفات من بعد ما كان جرى ديك المرض في الرجل ديالها. وبنتي رؤيا تحسنات الحالة ديالها ولكن كتبع مع واحد الراقي حيت كان عندها واحد المس من الجن. اما انا درت كسيدة ومشاو لي رجلي بجوج. الفلوس اللي كانت عندي النص مشى في القمر والنص عدلت بيه واحد القهوة ولكن في الاخر ما صدقتش. اما دابا
خدام معسّس في واحد الباركينغ. وهذه كانت النهاية ديال القصة ديالنا، كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على زر إعجاب، وستناو القصة اللي ما جاي إن شاء الله يا ربي. بيس ليكم.